اهلا يا حاتم، ازيك؟ ثانيه واحده. مساء الخير يا منى. مساء النور. اتفضل استريح. معلش يا حاتم، اصل ماما عندها بيات الاسبوع ده. اتفضل. نادي. حاتم بره، قومي فزي بقى. خليه يدخل. يدخل ازاي وانت قاعده بالمنظر ده؟ ما تتعبي. ما تسيبك من الطب وتروحي تقدمي مع ماما في مصلحه السجون. ايه ظريفه جدا. يدمك. استني عني. ايه؟ عايزه مني ايه تاني؟ بس ده ضربه. هات يا حاتم، تشرب ايه؟ عندنا شاي تموين، تشرب شاي تموين؟ انا مش هعطلك عن المذاكره، هقول لك خبر حلو وامشي على طول. ابقى وري حاتم كنت بتذاكري في ايه؟ اقعدي. انا دخلت جمعيه، اول ما هقبضها هشتري عربيه صغيره كده علشان ارحمك من الاتوبيسات وعذابها. مش تشتري الشبكه الاول؟ ولا انت صرفت نظر؟ اذا كنت صرفت نظر قولي، اديني خبر عشان اعمل حسابي. انا احترت معاكي، مش عارف ارضيك ازاي. كل ما اعمل حاجه علشان ابسطك تطلعي لي بحاجه تانية. حددي بالظبط، انت عاوزه ايه الاول؟ الشبكه ولا الشقه ولا العربيه؟ محدش بياخد كل حاجه مره واحده. يا سلام، ما انت تحت ايدك واحد ممكن يجيب لك كل حاجه مره واحده. يعني انت فاهمه ان اللي زي ده اهله هيرضوا بيا؟ تاني مره يا نادي لما تلاقي واحد بالمواصفات اللي انت عاوزاها ابقى اديني خبر علشان ابارك لك. انا مش عارفه انت بتتلتي على ايه. انت يا ساره مش عارفه انا مين. يا امي سيبك من المانيكير ده بقى وكلميني. طيب انت ناوي تعزم كام بالظبط؟ هو مش مهم كام بالظبط، المهم واحده بس عاوزك تتوصي بيها، زميلتي في الكليه. هتوصى بيها ليه يعني؟ انت ناوي على ايه؟ ها؟ فهمني. هو لما حضرتك تشوفيها هتعرفي ان الواحد ما يقدرش ينوي معاها اي حاجه غير الجواز. بالسلام. ليه بقى؟ بنت مين بقى ان شاء الله؟ يا امي وانا هتجوز ابوها ثم انه مات من زمان قوي، يعني يتيمه ولازم تبقي حنينه معاها. امال هي عايشه مع مين؟ مع امها طبعا، واختها زميلتنا في كليه الحقوق. هي مامتها بتشتغل في وزاره الداخليه. في العلاقات العامه؟ ايوه بالظبط، في العلاقات العامه. انت النهارده مزاجك ما كانش ولا بد. ايه ناديه برضه؟ طموحها اكبر من امكانياتي يا ليلى، وانا مش عارف اعمل لها ايه. تعذرها طبعا، ناديه ظروفها صعبه، من حقها انها تتمنى او تحلم بحياه تانية. بس كانت عارفه اني ما اقدرش احقق لها احلامها. يبقى ما فيش قدامها غير انها تتخلى عن احلامها او عنك. وما اعرفش ناديه ممكن تختار ايه. اختيار ايه بس يا ليلى؟ لو بتحبني بصحيح تعيش على قد امكانياتي. ما تزعلش مني، الجواز دلوقتي بقى وسيله عشان الواحد يحسن مستوى حياته. مش البنات بس اللي بيعملوا كده، لا ده حتى الولاد اللي لسه متخرجين وما يقدروش يبداوا لوحدهم برضه بيعملوا كده. انا بقى ما اقدرش اعمل كده، ما عنديش استعداد ان الست تصرف عليا. وليه ما تقولش انها تساعده؟ تاكسي.